مساء الخير او صباح الخير على كل اللي بيتابعوني. والنهارده ان شاء الله بمناسبه بقى عشان داخلين على الشهر الكريم، كل سنه وانتم طيبين. هنعمله النهارده طريقه الزبادي. طبعا رمضان ما يخلاش من الزبادي خالص. زبادي بقى بالفواكه، زبادي اللي هو العادي عشان بيرطب. كل سنه وانتم طيبين. دلوقتي بقى هنعمل ايه؟ انا هعمل لكم الزبادي بطريقه يعني بصوا فظيعه، حجر اللي انتوا تاكلوا صلب، بطريقه جديده خالص. معانا هنا 2 كيلو حليب، نحط عليهم معلقتين سكر. تمام، معلقتين سكر بس. خلاص كده. انا لسه جايباه دلوقتي من عند الماركت، لسه بعتهولي. تمام، اللي هو بتاع اللبان العادي يعني اللبن. معايا هنا على كل كيلو لبن، يعني احنا عملنا كيلو هتحطوا معلقه نشا، معلقه نشا ومعلقه سكر. انا هحط هنا عشان عامله 2 كيلو هنحط معلقتين نشا، نشا. وجربوا الطريقه دي. بصوا مش عايزه اقول لكم فظيعه 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 بجد. قبل ما نحط اللبن ده على النار، الحاجه دي كلها بصوا تتدوب خالص، النشا مع اللبن مع السكر يدوبوا خالص خالص. بصوا بالمنظر ده كده اهو. اللبن ده لسه ما غليتهوش اصلا، انا هغليه معاكم دلوقتي. بصوا كده اهو، بالمنظر ده خالص يدوب كده اهو. بصوا حطيته بقى على النار، كله داب كده مع بعض. هنحطه في النار واحنا على النار برضو. بصوا هو كده على النار، نقعدوا نقلبه فيه ما نسيبوش. بصوا بالمنظر ده، شايفين كده؟ نقعد نقلبه كده لغايه ما يغلي. انا عايزاه يغلي لان انا هسيبه برضو اللي هي انا سايباه يغلي عادي زي اللبن اللي احنا بنشربه، وهنسيبه اللي هو يهدى خالص بقى لدرجه من الحراره اللي احنا عايزينها. بس الاول يغلي الاول وبعد كده نشوف هنعمل ايه. بص عماله اقلب اهو فيه، هو خلاص قرب. انا عماله اقلب فيه من الصبح بالمنظر ده كده اهو. كل ده بقى يعمل لكم وش بسم الله ما شاء الله تحفه. بصوا كده، احنا طبعا اول ما يبقى نغلوه خالص يتغلى وكله هنسيبه لغايه ما يهدى. مجرد ان احنا نحط صباعنا نستحمله، وبعد كده نشوف هنعمل فيه ايه تاني. لسه فيه طبعا مكونات تانية. تمام، هنكمل بقى غليان وكده اهو. خلاص هنطفي، لا ثواني كده. بصوا بس طول ما انتوا حاطينه على النار تفضلوا تقلبوا كده فيه، ما تسيبوش. تمام، اللبن هنا غلى اهو، هدا خالص. سبته لغايه ما هدا اللي انا احط صبعي فيه. شايفين؟ بصوا صبعي كده ان انا استعمل استحمل الحراره. تمام، حراره اللبن. دلوقتي جبت هنا الخلاط او ممكن في بول اي حاجه، هناخد منه شويه كده، هنحط منه شويه صغيرين كده، كبشتين كده. هنا زي ما قلت لكم معايا 2 كيلو لبن صح. هنا معايا الكوبايه دي فيها 4 معالق زبادي، يعني على كل كيلو معلقتين. دي انا فاضيها هنا كلها عشان اضمن الزبادي كله بتاعي يعني يدوب خالص. فانا احسن حاجه انا بحطه في الخلاط، ما احبش اقول اضربه وبتاع يطلع ما يضربش كويس. لا، نحطه في الخلاط اضمن لنا، او هاند بلندر او اي حاجه. تمام، اللي ما عندوش بقى ممكن بالمضرب العادي، يعني اللي هو اليدوي العادي. بصوا هنضرب الخلاط كده اهوت، وهرجع لكم بقى عشان الصوت بس. اتعمل الزبادي. بصوا اتضرب كويس جدا. هنا هنجيب بقى هنفضي الخليط بتاع الزبادي ده كله على اللبن. بصوا كده اهو، بسم الله الرحمن الرحيم. نفضي كل الخليط. برضو النهارده هستعمل الخلاط كله. حطينا هنا اللبن اهوت،
بالمنظر ده. بصوا الخليط عايزينه يدوب كويس. هنعمل ايه بقى؟ هناخد الخليط ده هنفضيه كده في الخلاط، هنفضي شويه شويه. استنى بس كده. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين؟ بصوا هنضرب حبه حبه واوريكم الخليط ايه اما اخلص. هنضربه في الخلاط كله مع بعض. خلصت اهو الخليط اللي هو ايه الزبادي العادي، ضربته كله في الخلاط. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. بصوا عامل ازاي. هنيجي جايبه هنا اطباق، شايفين؟ بصوا هنفضي بقى ايه هنا في الاطباق. انا حاجات صغيره بقى عشان ده زبادي مش هيتحط في اطباق كبيره ولا حاجه. عايزين تحطوه بقى انتوا في بوله كبيره براحتكم، بس انا بحب كده عشان اللي عايز ياخد طبق، ما ياخدش ايه، ما ياخدش كتير ايه يعني حاجه كتير زي علب الزبادي بتاعت بره. اول حاجه انا عايزه اوريكم هنا. بصوا هناخد حبه من الخليط ده. انا عندي سما بنتي ما بتحبش الزبادي كده، بتحبه بالفراوله، فهناخد كده بصوا شويه، يعني ايه نصه كده اهو. تمام. هنحط عليه. بصوا عايزين تعملوه بالفراوله ما تحطوش عليه جيلي خالص، حطوا عليه ايس كريم بطعم الفراوله. بصوا انا كنت جايبه ده اللي هو ايس كريم، بودره ايس كريم بنكهه الفراوله. تمام. بصوا هتحطوا هنا ايه منه هنا معلقتين. تمام. هنيجي طبعا نحط بقى هنا، هنحط معلقتين سكر عشان احنا عايزين نعمله هنا. ماشي. وهنضرب كل الحاجات الحلوه دي مع بعض. تمام. هضربه وارجع لكم على طول. خلصت الكميه اهيت كلها. بصوا بقى نيجي نفضي هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. يبقى زي ما قلت لكم عايزين تعملوا اي عصير، هتعملوا زبادي اصلا بالفاكهه، حطوا ايس كريم، ما تحطوش جيلي خالص. لو عايزينه زي الشركات بالظبط. تمام. هيبقى روعه وهتدعولي وهتاكلوا زبادي ان شاء الله ملهوش حل. انا الاطباق دي كلها انا جايباها ليها غطا على فكره، موجوده في كل حته، في منها المستطيل وفي منها المدور. بصوا كده. اجيب طبق تاني واوريهولكم. بصوا انا خلصت كده الكميه اهي كلها. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك اهوت. بصوا بقى عامل ازاي تحفه. مش عايزه اقول لكم الزبادي الفراوله ملهوش حل، رهيب. زي ما قلت لكم تستعملوا مش جيلي خالص، تستعملوا ايس كريم باودر بالنكهه اللي انتوا عايزينها. انا هنا بصوا في نفس الخلاط اللي انا عاملاه، اللي انا عملتيه في الفراوله، ماليه ميه عادي سخنه او دافيه، مش عايزين تحطوا ميه براحتكم. بصوا هنفضي بقى شويه كده بس بالراحه، علشان ايه ما يجيش على الزبادي، بالراحه خالص مش هنحطه كتير. بس كده خلصت كده خلاص كل حاجه. معايا بقى الغطيان بتاعت العلب، هنيجي نغطيها. انا جايباها كده بالغطيان، انتوا سهل قوي ان انتوا تلاقوها وهتلاقوها ان شاء الله. طبعا عشان عيد الام بقى ورمضان كل سنه وانتم طيبين هتلاقوها. انا حطيت كده الميه. معايا هنا بقى الحاجات المدوره برضو. بصوا دي الالوان التركي بقى الجديده بقى، حابين يدلعونا. انا ولادي كانوا جايبينهم لي دول في عيد الام. ربنا يا رب يخليهم لي يا رب، ويحميهم وينجحهم وينجح يا رب امه محمد كلها، اللهم امين. بصوا هنغطي بقى كل الاطباق، هنغطوها حلو، هنغطيها واوريها لكم في الاخر. اهو خلصت خلاص وغطيت كل الكميه بتاعتي الفراوله واللي هو الساده.
خلاص كده اهوت. انا بقى كنت فاتحه الفرن ودفيته حلو قوي، ورحت مطفيه عليه زي بقى له 5 دقايق. فدلوقتي هدخل الخليط، انا مش هلفه باي حاجه، انا شويه ميه دافيين على فكره، مش ميه سخنه، ميه دافيين. فهندخله يقعد 4 ساعات في الفرن. تمام، مش هعمل اي حاجه، هندخل ده كده في الفرن بعد ما طفيت عليه. هيقعد 4 ساعات. يعني هي دلوقتي الساعه دلوقتي 2:30 على 6:30 7. تمام. هنطلع نشوفوه وبعد كده هندخله التلاجة، بس هوريهولكوا بعد ال4 ساعات ان شاء الله. خلاص كده اهوت. بس اهم حاجه ان انتوا تغطوه كويس. انا عندي الغطيان ديت محكمه، عشان كده انا مش هحط له اي حاجه. تمام. هندخله بقى انا في الفرن وهوريلكوا بعد 4 ساعات ان شاء الله. الزبادي اهو خلاص. بصوا انا كنت بصور اول ما طلعته بعد ال6 ساعات، طلع الموبايل ما بيصورش اصلا، فانا حطيته في التلاجة. بصوا بقى الجمال، بصوا متماسك ازاي، بصوا فظيع. بصوا 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 فظيع. عايزه اقول لكم، بصوا الابيض اهو. عايزه اقول لكم حاجه، طلع البودر بتاع الايس كريم. بصوا مش عايزه اقول لكم فظيع. بصوا بقى، انا عايزه اوريكم واحده معلقه من الابيض. بصوا بصوا ناعم ازاي، ناعم وكريمي، طعمه فظيع فظيع، طعمه حلو جدا. ده الابيض اللي هو العادي. الفراولة بقى احي طالعة، بصوا فظيع بالظبط، احلى والله العظيم من بتاع الشركات. عارفين لو هتعملوه اقسم لكم بالله ما هتعملوا غيره. سيبكوا بقى من الجيلي، سيبكوا من اي حاجة. بصوا عامل ازاي، بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، كريمي خالص. بصوا فظيع 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 بجد. ايه رأيكم؟ بصوا بقى، انا شايفه التفاعل عندي في القناه ضعيف جدا. انا مش عارفه ليه، مع اني بنزل لكم دلوقتي الحاجات، يعني حاجات حلوه حاجات جديده، وبحط مكونات في حاجات وبعمل حاجات اقتصاديه كتير. آم، مش عارفه فيها انتوا يعني مش شايفيني انا بعمل حاجه كويسه ليكوا، فانا عايزاكوا تفاعل زياده. اكتبوا لي، شجعوني، شوفوا الفيديو كله. يا ريت بقى تعملوا لايك عشان الفيديو ده يترفع، يعني اللي يخش معرفش انتوا اللايك ده يعني في حاجه وحشه. اتكوا على اللايك هتلاقوا الفيديو ده هينتشر ويكبر، يعني جزء ناس ياما كتير هتشوفه. واكتبوا لي في الكومنتات، واللي مشتركش عندي في القناه يشترك. شجعوني بالله عليكم، وجربوا الوصفه دي والله ما هتندموا، والله العظيم ما هتندموا بالبودر بتاع الايس كريم. واشوفكم بقى ان شاء الله الفيديو الجاي باذن الله.